قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فاستمعوا هذه القصة. في يوم من الأيام سقطت قطرة عسل على الأرض، فمرت بها نملة صغيرة تذوقتها ثم انصرفت وقد استلذت طعمها، ثم عادت بعد حين فأخذت منها مرة أخرى. همت بالرحيل، غير أن حلاوة العسل راوغت إرادتها فشدتها إليه شدا، ولم تزل تتلذذ حتى غاصت في قطرة العسل، فلما أرادت الخلاص عجزت، وكلما ازدادت حركة ازداد غرقها، حتى صارت الحلاوة هلاكا واللذة فناء، ولو أنها اكتفت بالقليل لنجت من المصير المرير. ويقول أهل الحكمة: إن الدنيا كقطرة عسل، ظاهرها حلاوة وباطنها لزوجة قاتلة، فمن أخذ منها قدر حاجته سلم، ومن أسلم لها قلبه غرق، فما زال يتخبط فيها حتى تهلكه كما أهلكت الحلاوة تلك النملة الضعيفة. سبحان الله. ونختم بقول نبي الله يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.